الكلام المفيد. انا لا اغشكم ولا اخدعكم، ويعلم الله اني لا اتكلم الا بالصدق. لكن يا عم الشيخ شلبي رأيك في الاول ما كانش كده. يا ادهم يا ابني، ان الله يكشف امام الانسان معميات الامور. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. انما يعني بالعربي الفصيح كده انت عايزنا نعمل ايه؟ اعملوا ما امر الله به. وربنا امر بايه؟ بطاعة الله والرسول واولي الامر منكم. واذا ظلموا يا سيدني؟ والله دي وجهات نظر. واذا كان الظلم باين ما فيهش شك؟ والله نخلينا مع الله الى ان يرفع مقته وغضبه عنا. وربنا قال: اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اسعى، ولكن ليس في الشر. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى نسيب الشر ونتغير فيرفع الله غضبه عنه اذا كنا مظلومين. وانت عندك شك ان احنا مظلومين؟ عندي يقين انك ماشي في طريق السوء. يا خساره يا شيخ شلبي، العوض على الله فيه. انت بترثيني يا ادهم وانا حي. حي ولا مش حي دي وجهات نظر. انت بتسبني في المسجد يا ادهم. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا يا اخواني رجالي، كان انا قصدي انتم معقولين في طلباتي. يا عم شيخ حسنين، يا عم شيخ وهدان، يا رجالي، يا اخواني رجالي. قوة الا بالله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا اله الا الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين